دلوقتي هاقول لك عيب أكبر 5 مطوّرين موجودين في مصر. أول حد معانا طلعت مصطفى، طلعت مصطفى جميل في كل حاجة وبيبني مُدن، وهو أحسن حد عمل الحتّة دي وعمل landscape كويس أوي، ولكن عنده مشكلتين ألا وهي التشطيب، تاني حاجة إن هو ungated community فأنا ينفع أي حد يخش رحاب أو مدينتي يقول لهم السلام عليكم ويدخل وده بيأثّر للأسف على الsafety جوّه. تاني حد معانا ألا وهو لافيستا، لافيستا علاء الهادي بيعمل community خطيرة جدًا وبيعمل فِلَل بالذات الكلاسيك تحفة، ولكن في مشكلة كبيرة أوي في الresale، لو حبيت تبيع فيلتك في أي وقت لازم تكمّل كامل أقساطك، فده بيخلّي هدف كبير جدًا للمشتري إن هو لازم يدفع كامل سعر الفيلا اللي أنت شاريها ب40.000.000 وكمان عايز عليها over 40.000.000 فمحتاج حد معاه 80.000.000 علشان يشتري فيلتك كاش، فدي مشكلة في الresale. تالت مطوّر معانا ألا وهو حسن علام، حسن علام جميل جدًا وبيبني فعلًا قيمة عالية جدًا مقابل السعر اللي أنت بتدفعه، ولكن في مشكلة إن هو بقى له كام سنة كده بيتأخّر في التسليم، فدي مشكلته ولكن فعلًا لمّا بيسلّم حاجة محترمة أوي. رابع مطوّر معانا وهو إعمار، إعمار طبعًا تحفة ولكن في مشكلة كبيرة أوي في حتّة فروق الصيانة، فروق الصيانة أنا بعد ما أستلم شقتي بادفع فروق صيانة يعتبر قد إيجارها، فأنا مش شاري شقة يعتبر أنا مأجرها في إعمار مش شاريها، بكل صراحة باحس الموضوع ده headache كبيرة جدًا على أي حد بيشتري في إعمار. آخر مطوّر معانا ألا وهو صادق وإحنا دلوقتي في صادق، بكل صراحة مش لاقي أي عيب ولكن سعره عالي جدًا وما لقيتش ركنة، فدي مشكلة كبيرة أوي، بعد إذنكم حلّوها، أي حد محتاج معلومات أكتر عن الاستثمار العقاري أو الاستثمار بشكل عام في مصر يقدر يعمل لي follow وأنا هاساعده.